ما لا تعرفون. أخبرينا ماذا حدث قبل أن تصلي إلى هنا؟ كنت أعيش حياة جميلة ورائعة، وكان زوجي ملاكا في عيني وشيطانا في وجه من يضايقني. كنا نعيش بسعادة، بل كانت تحيا بنا السعادة، وكثيرا ما حلمنا بأن نتوج هذا الحب الجميل بطفل الأجمل نربيه على المودة والحب. لا يمكنكم تخيل سعادتي عندما علمت بأنني حامل. كان يوما من الأحلام كنت أشعر بإحساس الجنة. ومضت الأيام وكبر الحمل الذي بدأ يتابع، وفي يوم قال لي الطبيب إن حملك خطر على حياتك، واستمرارك فيه قد يؤدي إلى موتك في الولادة. ورجح الطبيب ونصح بالإجهاض، ووافقه زوجي، وبدأت رحلة الإقناع يوم الموت. كنت أرى في عيني زوجي الشفقة والعطف، وبعينه الثانية أرى يأسا وحلما مكفنا بالسواد. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ أيعقل أن أستبق الأقدار بالأفعال؟ أيعقل أن أقتل الأحلام بالآمال؟ أيعقل أن أدفن الحياة بخوفي من الموت؟ أيعقل أن لا أعقل ما يجب فعله؟ فقبلت المغامرة، وكنت أحسبها تجارة رابحة، وتسارعت دقة قلبي ونبض زوجي، حتى أنني كنت أشعر بأن قلبي وقلبه ينبضان سويا وكأنهما قلب واحد. وعندما يحين الموت تقترب الأقدار. وفي يوم هو هذا اليوم قرر القدر للحلم اليوم، وقبل أن أدخل غرفة العمليات لمست كف زوجي وشعرت بنبضه. كنت أرى في عين زوجي نظرة لم أرها إلا في عيون الطيور المسجونة في الأقفاص. وغبت عن الوعي، وها أنا هنا بلا حمل، ولا أعرف عن وليدي شيئا. لا أعرف عن وليدي شيئا. لا أعرف عن وليدي شيئا. ألم أقل لكم لم تمت إلا من أجل ملذة نسائية عارمة؟ وها أنت شهدت على نفسك بلسانك، مت من أجل لذة الأمومة وملذة الولادة. لحظة اخرس يا فاجرة، فلا تقارني الشتاء بالصيف ولا الرجس بالطهارة. صدق لأول مرة أحترمك، لأنك لم تحترم نفسك من قبل، فكيف لك أن تعي احترامي أو أطيعه؟ حتى هنا أنا أتسلط عليكم، ألا تذكرون؟ أما زلتم تتجادلون حتى على ما قلته؟ أرجوكم أريد أن أعرف. تعرفين ماذا؟ ما حل بطفلي؟ وما حدث لزوجي من بعدي؟ نحن لا نعرف شيئا عن حياتكم، ما نعرفه هو ما لا تعرفون. اتركي مقاعد القبح، فهم لو كانوا يعلمون بمن هم لما رضوا وارتضوا وضعهم. اسمعيني، أنا التي تفهم وتجيب عما تبحثين. لا تستمعي لها، وأنت طاهرة مطهرة، وهي مصدر للفسق والفجور. وما شأنك أنت يا قاتل نفسك؟ لا تستمعي له، فهو منتحر جبان. أما أنا فكما ترين حتى الأرض ترفعت عنها. قولي. زوجك الآن ينظر لابنه الجميل سعيدا ومسرورا، وبعد أن ترحم عليك أخذ يسترجع كل الفتيات اللواتي يعرفهن أو رآهن، فهو الآن يبحث عن زوجته الجديدة والجميلة. مستحيل. اسكتوا!
اليوم قادم.